السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. من هذا المنبر كنقول لكم عشكم مبروكات، تدخل لكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر يا رب. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريقتي في عمل الصفوف. هذا الصفوف هذا غيكون تقليدي وموراه غنعمل لكم الصفوف الصحي اللي طلبوها الكليانات ديالي. طبعا ما شاركش معكم الديطاجات بان النافع كنغسلوه ونقيوه ونشمشوه في القيل ومن بعد كنصهطوه في الفران ونطحنوه ونغربلوه حبه حلاوه كذلك ومثال. هادشي كامل طرقنا ليه من قبل باش ما يجيش لنا الفيديو طويل. هنا عندي كيلو ونص د اللوز اللي كيكون بالقشور ديالو، كنمسحو مزيان بواحد الرقيعه نقيه وكنحمرو في الفران. كيلو ونص د اللوز والقشور ديالو. الزنجلان كذلك ومثال كنغسلوه كنخليه يتشمش في القويله، من بعد كنحمرو يا اما في الكوكوط يا اما في الفران وكنقيه وكنطحنو كذلك ومثال. من بعد نزلكم الروابط ديال الفيديوهات اللي سبق لي وريتكم طريقه التنقيه ديالهم والغسيل ديالهم. هذا غير كيفاش المكونات اللي غنحتاج في هذا الصوف هذا. كما كتلاحظوا معايا عندي هنا زلافه الدجنجله خليتها صحيحه باش نزوق بها، عندي هنا زلافه د اللوز خليتها كذلك صحيحه، عندي هنا 3 معالق كبار من النافع وحبه حلاوه اللي طبعا مطحونين ومغربلين، 3 معالق كبار من إلان اللي عنده واحد القيمه الغذائيه عاليه بزاف لهشاشه العظام. ما كنستغناش على هاد المكونات دائما في السوف ديالي. وعندي واحد زلافه عامره من زريعه الكتان حتى هي كنمسحوها وكنصهطوها شويه في الفران وكنطحنوها مزيان. ما تسخنوهاش بزاف لان كتسمم. عندي زيت الزيتون وعندي هنايا تقريبا 1 كيلو الا ربع من العسل من نوعيه جيده، ما غنستعملش هنا السكر. وعندي هنا كيلو ونص د الدقيق، عندي كيلو د الزرع دقيق د الزرع اللي كيكون بالنخاله ديالو، ونص كيلو د الطحين د الفرص يعني بريميرا كنحمروهم وكنغربلوهم. وكذلك ومثال ممكن تطحنوا الطحين د الزرع اذا جالكم حرش ممكن تطحنوه. غنضيف هنايا اول حاجه داك اللوز اللي كيكون باقي دافي كنطحنو في هاد الطحانه هذه ديالي. انا الطحانه عندي تقريبا 2 الكيلو، كنطحن فيها كلشي، كنطحن فيها اللوز الدجنجلان كنعمل بها املو. تبارك الله كتعاون بزاف. كنت شريتها العام اللي فات وباقي ما شاركتهاش معكم، شريتها من المغرب اخواتي، الثمن ديالها 1500 درهم العام اللي فات. دابا ممكن تكون نقصوا الثمن ديالها او ما بقاتش بديك الثمن. طريقه الطحين ديالها دائما خصنا نزيروا ديك اليد ديالها، خصو يتطحن يتزير مزيان باش الله يحفظ ما يطرطقش في الوجه ديالكم. وكنبقاو نحركوا بما تسمى طنجره الطحانه د الكوكوط، يعني كنبقاو نحركوا هيدا وهيدا. هانتوما كتشوفوا اللوز كيف خرجته ما شاء الله بالزيت ديالو حتى كيخرج معلك بدون اي اضافات. هنا عندي اخواتي شويه الملح هيمالايا اللي هي كتكون صحيه نوعا ما احسن من الملح العاديه، باش ما نعملش الملح بواحد منا ديريكتامين تنصفوه وتبقى تخشخش في الدقوم ديالنا. عملت تقريبا واحد نص ملعقه صغيره في الزيت ودفيتها شويه، ما غليتهاش لان بزاف يقول لك اذا غليتي الزيت غتكون زيت مسمومه. ما غليتهاش غير دفيتها باش كذوب ديك الملح. عندي هنا المسكه الحره تقريبا واحد 7 طريقات د المسكه الحره، هذه اللي كنشارك معكم دائما انا كنوصي عليها من السعوديه. كتحمق المستكه العربيه دقيتها مع شويه السكر كلاصي. 3 معالق كبارين د القرفه اللي ما ذكرتش قبل. وبالنسبه للجنجلان طحنت نص كميه على شكل هكذا مطحون مزيان حتى خرج لي الزيت ديالو على شكل كريمه. هذا اللوز. وبالنسبه لنص كميه اخرى هي 2 زلايف خليتهم غير مهرمشين باش كنحافظوا على القيمه الغذائيه ديالهم. طبعا الطرق تختلف وكل سيده كتقتنع بالطريقه ديالها، ولكن انا كنشارك معكم الطريقه المعتمده عندي. هذا البانيو عندي كنخدم به من رمضان الصفوف، كيكون عندي مخبع مغسول ونقي وممسوح. دابا غنقوم ان شاء الله بالطريقه كيفاش غنشارك معكم كيفاش كنخلط الصفوف ديالي. طبعا كلشي مغربل، انا كنت غنعاود نغربل ولكن نسيت ان كلشي عندي مغربل. عندي هنا الدقيق اللي سبق لي وحمرته في الفران ماشي في طنجره الساعه كما قلت لكم، كيلو د الطحين د الزرع مع نص كيلو د الطحين د الفرص. طبعا ملي كيتحمروا كتقل الكميه ديالهم. عملت هنا إلان اللي قلت لكم 3 معالق كبارين، 3 معالق كبار من النافع البلدي البستاني، و3 معالق كبارين من حبه حلاوه، لانه اذا زدنا هاد المكونات اكثر من الحد ديالهم فالصفوف كيجي نامر. حاولوا ما امكن تتبعوا المقادير والمقاييس بالقياس ديالها معبوره. ضفت هنا زريعه الكتان، عندي هنا الدجنجلان كما قلت لكم نص الكميه. الدجنجلان عندي كيلو ونص الدجنجلان وكيلو ونص د اللوز. بما ان استعملت كيلو ونص د الطحين عملت كيلو ونص د الدجنجلان وكيلو ونص د اللوز، والنص ديالو كنطحنوه مزيان والنص كنخليوه مهرمش، وزولت منهم واحد زلافه اللي كنخليها صحيحه. غنضيف هنايا اللوز، هانتوما كتشوفوا ما شاء الله اللي كيكون طالق الزيت ديالو. علاش كنعملوا هذه العمليه اخواتي؟ باش ما كنحتاجوش واحد الكميه د الدهون بزاف،
ما كنحتاجوش الكميه الدهون بزاف. كما قلت لكم انا هذا الصفوف التقليدي اللي معتمد عندي واللي كنستعملو دائما وما كنغيرش الطريقه ديالو، والكليانات ديالي تبارك الله كيحمقوا عليه وكيكون عليه واحد اقبال في الشهر الكريم. ومورا هذا الفيديو غنشارك معكم ان شاء الله طريقه عمل الصفوف الصحي 100% بدون اي مواد دهنيه، واللي طبعا موصيين عليه بزاف الناس اللي فيهم مرض السكري واللي محتاجين ديك الصفوف صحي. ان شاء الله نوري لكم المكونات اللي غنستخدم فيه. ضفت هنايا الزنجلان اي السمسم اخواتي بالنسبه للاخوات اللي كيتبعونا من الدول العربيه. وغنبقى نضيف مكونات شويه بشويه. عندي هنايا المسكه الحره، ما تفوتوش 6 7 الطريقات باش ما تجيكمش شي مره. هنا 3 معالق كبارين عامرين بومبيين بالقرفه المطحونه على اليد. انا كنجيب هادشي كامل من المغرب، نهار كنجيبهم قبل باش كنستعملوا في رمضان. دابا اخواتي غنبقى نخلط هاد المكونات مع بعضيتها بهاد الطريقه هذه. كنحاول انني ندخل داك اللوز ومع الزنجلان ودوك المكونات الناشفه كامله مع بعضيتها. هنا ممكن نزيد واحد الاضافه اللي كيضيفوها بزاف الناس في المطبخ الملكي، الزعفران الشعر الحر، حتى هو عنده واحد القيمه الغذائيه ممكن تضيفوها. فانا غنستعملو ان شاء الله في اللي غنعمل الصفوف الصحي. هنا عندي 250 غرام من الزبده نوازيط، يعني ما استعملتش بزاف، هي ممكن تستعملوا نص كيلو، ولكن انا غنعمل زيت الزيتون غلاب. 250 غرام زبده نوازيط، اي انها كنخليوها تغلي مزيان حتى كيتبخر لنا داك الحليب ديالها. بالنسبه لزيت الزيتون في هذه الكميه عملت يطرو لاروب من زيت الزيتون. طبعا ما خصهاش تكون داك زيت الزيتون اللي كتكون قاطعه اللي كتغلب على المذاقات اخرى، يعني زيت الزيتون كتكون عاديه ماشي ديك القاطعه بزاف. ديك الزيتون اللي كتكون قاصحه، فملي غتكونوا كتاكلوا الصفوف غتاكلوا غير طيبات زيت الزيتون، ما غتحسوش بديك الطيبه المكسرات والنافع وداك الشيء. صافي كنحاول انني هنايا نبقى نخلط مزيان وندخل ديك المواد الدهنيه في مواد جافه، وخصك دليك والعريق. غنضيف هنا المكونات المتبقيه. غنعمل هنايا كيلو الا ربع من العسل. طبعا اخواتي بالنسبه للحلاوه كتبقى اختياريه، ممكن تستعملوا السكر كلاصي، ممكن تستعملوا العسل الحره، ممكن تستعملوا اقل او اكثر. عندي هنايا واحد الطاسه ولا زلاف هذا اللوز مهرمش. انا كيعجبني الصفوف منكم كناكلو كنحس بديك القرمشه داخل ديالو، ماشي كتكون مطحون كامل كتحسوا بحال اللي كتاكلوا غير الطحين. فمن الاحسن نخليو واحد زلافه تقريبا واحد 300 غرام من اللوز مهرمش. ملي كتكونوا كتاكلوا كتحسوا بديك القرمشه ديالو. صافي العسل كيتكب وانا كنخلط، ومن بعد كندوق الحلاوه. عجبتني الحلاوه هي هذاك، ما عجبتنيش كنزيد العسل. شنو ما استعملتش السكر هنا بتاتا، يعني ما استعملتش السكر بصفه نهائيه. تقريبا بقيت واحد 12 دقيقه كندلك ونعرك حتى باش كيتجمعوا المكونات كامله مع بعضيتها. كاين بعض الطرق ممكن تعاودوا الطحين، ملي كتعملوا هادشي كامل تعاودوا تطحنوها للمره الثانيه، ولكن غيطحنوا لكم ديك المكونات كامله وما غتحسوا حتى بشي قرمشه. ملي الصفوف ديالنا صافي كيتجمع معكم بهذه الطريقه هذه، هذا ما يدل ان الصفوف ديالنا صافي واجد. بالنسبه للدهن نتوما كتحكموا فيهم، بغيتو كيعجبكم ناشف كتخليوه ناشف، كيعجبكم يدم بزاف ومفزك كتزيدوا له شويه الزبده والزيت. الحلاوه كتبقى حسب الذوق ديالكم، اللي كدلكوا ودعركوا كتقيسوا. عجبكم الحلاوه ديالو هي هذه كتخليوها. انا ما كنعملوش حلو بزاف وما كنعملوش شي مسوس. صافي غنكمل الطريقه ديالي كامله وغندلكم مزيان. وعملتو في هاد الزليفه كبيره وزوقتو بهاد الطريقه البلديه. كنتمنى الوصفه ديالي تناسي حتىكم واعجبكم، وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله اللي غيكون فيه طريقه عمل صفوف صحي 100% بمكونات صحيه ذو قيمه غذائيه كبيره جدا وعاليه. وكنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو قناتنا وقناتكم مع الاحباب والاصدقاء باش كتعم الفائده يا رب. وما تنسوناش من اللايكات والتشجيعات باش نعطيو اكثر واكثر. وانا معاكم دائما بالمرصاد، باقي نشارك معكم معسلات رمضانيه ومملحات وحنا ماشيين معكم شويه بشويه. تهلاو لي فراسكم وحبكم في الله كاملين، وان شاء الله كنتظر تطبيقاتكم عبر الانستغرام كما العاده اللي كنخلي لكم في صندوق الوصف وكنخلي لكم هنا في الشاشه اللي هو اطباق اكرام. مرحبا بكم عندي في انستغرام وفي تيك توك ديالي. الى اللقاء، عباشركم مبروكه.